من يفهمون عملية الدمج بأنها انصهار أو ذوبان داخل الدولة السورية أو الحكومة المؤقتة. لكن ليس هذا هو المعنى الفعلي والحقيقي للدمج. المعنى الدمج باللغة الأجنبية يقولون لها انتجراسيون. الانتجراسيون يعني أنت تكون شريك ضمن جميع مؤسسات الدولة، يعني أنت تصبح شريكا حقيقيا داخل الدولة، مثلك مثل أي مكون آخر أو أي مواطن آخر أو أي جنسية أخرى. كإحنا المواطنين الأكراد لا يكون ضمن الدولة فرق بين المواطن العربي والكردي. هذا هو معنى الدمج، يعني نكون قوة أساسية داخل الدولة السورية الجديدة. نعم، ناضل الشعب السوري عامة والشعب الكردي في رجعبة خاصة وقدم آلاف الشهداء. نعم، بنينا الإدارة الذاتية، ولكن فليعلم جميع المشاهدين الإدارة الذاتية لم تكن معترفة دوليا ولا عالميا. نعم. الآن توجد حكومة مؤقتة في سوريا معترفة عالميا، ونحن عندما اندمجنا داخل هذه الحكومة أو هذه الدولة أصبحنا أعضاء حقيقيين وفاعلين ضمن الدولة، لنا وعلينا مثل جميع المكونات الأخرى ضمن الدولة السورية. حسب المعلومات المتداولة لدينا، يعني وصل المسار العسكري والأمني إلى مرحلة متطورة جدا جدا، فقد انضم أو شارك القوات العسكرية الفرقة الموجودة في الجزيرة، لواء قامشلو ولواء ديرك ولواء الحسكي إلى الجيش السوري، كما انضم قوات الأسايش إلى وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي ضمن الدولة السورية. وهناك لا تزال بعض المؤسسات الخدمية مثل الصحة، مثل الزراعة، مثل النفط، مثل الماء، مثل الغاز، كلها اندمجت ضمن الدولة السورية. نعم. مثل أي المؤسسات الموجودة في الحسكة، مثل المؤسسات الموجودة في دمشق أو الموجودة في حلب أو موجودة في درعا أو أي محافظة سورية أخرى. لا يوجد تمييز ولا يوجد فرق. حتى في المجال التعليمي التربوي تم الدمج مع الدولة السورية، المعلمون انضموا إلى وزارة التربية، لكن هناك خلاف لا زال موجودا. ونتمنى مثل ما قال السيد مظلوم عبدي بداية شهر أيلول المقبل تكتمل هذه الإجراءات، مثل الخلاف على المناهج التي تدرس واللغة الكردية اللغة الأم. اللغة الأم هذا هو حق الشعب الكردي، ليس صدقة يتصدقوها بها علينا، مثل ما يتم التدريس باللغة العربية في جميع المناطق العربية المحافظات العربية، يجب أن تدرس اللغة الكردية أيضا في جميع المناطق الكردية.